أهلا فيكم. ببلش فيلمنا مع حارس شخصي اسمه مايكل بيشتغل بوكالة لتأمين وحماية الناس مقرها بلندن، وبيكون مايكل مقاتل قوي وشرس وعنده خبرة كبيرة بجميع أنواع الأسلحة والتكتيكات الدفاعية، ولهيك يعتبر أهم حدا بالوكالة، وبيكون بمهمة لحماية تاجر ياباني مشهور عنده أعداء كتير وبدهم يقتلوه. ولهيك المهمة بتكون صعبة وخطيرة، بس مايكل بيخطط لها منيح وبيحسن يوصله لعند طيارته الخاصة. بعدها بيودعه وبيكون مبسوط جدا لأنه رح يترقى بالوكالة. بس فجأة بتجي طلقة بنص راسه للتاجر وبيموت قبل ما الطيارة تتحرك، ومايكل بيكون مصدوم من يلي صار لأنه بيتوقع إنه الترقية تبعه طارت ومستواه بالشغل نزل. وهذا يلي بصير. بعد سنتين بنشوف مايكل هو بمهمة جديدة وبتكون عبارة عن تأمين حياة محامي اسمه تيم. حياته معرضة للخطر والناس مهددته بالقتل، ومايكل بيكون مطلوب منه حمايته وتوصيله، وبيقول له بعتولي زلم ليقتلوني. بيحكي له قصدك الاثنين اللي سفقت واحد بوكس وكسرت اسنان الثاني وربطت الثالث بالدرج وخلعته وفلخت الرابع وطلعت لعندك. وبيقدر يحمي المحامي ويوصله بأمان. وبنفس الوقت في بيلاروسيا بنشوف الرئيس استغانوف رجل خطير وله أعداء كتير ومشتبه فيه بعمليات إبادة جماعية. وبيكون استغانوف بيعرف انه الاستاذ ازيتوف عنده افكار ومشاريع تتعارض مع مصالحه، والمشروع هاد بشكل خطر على استغانوف نفسه ورح يعمل له مشاكل مع الحكومة في بيلاروسيا. ومشان هيك بيقتل عيلة ازيتوف ليسكته. بيكون الاعلام عرفان شو عم بيصير وبتقوم مظاهرات والموضوع بيوصل للمحكمة الدولية، وهنيك الأستاذ أزيتوف بيحكي عن اللي صار معه. أما استغانوف بيكون قاعد ولا هامه لأنه ما بيكون في أدلة كافية وقوية ضده، فالإعلام ببلش يحكي للناس إنه أي حدا عنده دليل لازم يقدمه للمحكمة لحتى استغانوف ياخد عقابه. وبمكتب الأمن السري بيكون العملاء باجتماع مع داريوس، وهو واحد من أخطر القتل المستأجرين بالعالم، وكان بيشتغل فترة من الفترات مع ستغانوف وكان ينفذ له عمليات قتل كتير للأعداء تبعه، وكمشوه بس ما اعترف بجرائم ستغانوف. ولما العملاء طلبوا منه يعترف بجريمة من الجرائم لإدانته، وبالمقابل رح يطالعوا مرته سونيا من السجن، فداريوس بيوافق وفعلا بيتفق معاهم وبيحكي لهم انه ينقلوه للمحكمة بحراسة مشددة ليعترف. والعميلة إيميليا هي اللي بتكون مسؤولة عن نقله، وبنفس الوقت بتكون حبيبة مايكل السابقة، وكان في مشاكل كتير بينهم أدت لانفصالهم. وبوقت نقل داريوس للمحكمة بتنفجر السيارة اللي قدامهم، وببلش الإرهابيين رش رصاص على باقي السيارات وبيتبادلوا إطلاق النار. وبيحسن الإرهابيين يقتل جميع العملاء ويصفيهم واحد ورا التاني ما عدا إيميليا وداريوس يلي بياخد سلاح وبيدافع عن حاله وبيقتل هو وياها أكبر عدد ممكن منهم. وبعد هيك إيميليا بتهدد داريوس لحتى ما يهرب، بس بيحكي لها انتي غبية، في حدا خاين فيكم وانا ماني مستغني عن حياتي. وبتروح هي وياه لبيت آمن وبتقرر تكمل المهمة وتوصله على المحكمة لحالها. بعدها بنعرف انه جونسون نائب رئيس العمليات هو الخاين، وبيكون عم يوصل جميع المعلومات لستغانوف وبيخبره بجميع تحركات العملاء تبعهم وين ممكن يكونوا. أما إيميليا بتتصل مع مايكل وبتقول له عم دقلك بشغل لا يروح فكرك لبعيد، وبتطلب منه انه يساعدها لحتى يحمي داريوس ويوصله للمحكمة، وانه هو اكتر حدا كفو لهي المهمة. وفعلا بيروح لعندها وبيلومها على موت التاجر الياباني لأنها الوحيدة اللي كانت بتعرف الخطة. وأول ما بيشوف داريوس بيتخانقوا مع بعض وبيكونوا بيعرفوا بعض لأنه داريوس كان يحاول يقتل العملاء يلي مايكل كان بيحميهم. بس بنص الخناقة داريوس بيغيب عن الوعي بسبب النزيف اللي برجله لما أكل رصاصة بوقت المعركة مع رجال ستغانوف من شوي. بعد هيك إيميليا بتعالج داريوس وبتطلب من مايكل يحافظ على حياته لحتى يوصلوا للمحكمة. أما عصابة ستغانوف بيكونوا وصلولن للبيت وبيحاولوا يقتلوهن، بس مايكل وداريوس بيقاتلوهن وبيمرضغوا أهلن مردغة وبيهربوا بس بيكونوا لاحقينن، وبيتبادلوا إطلاق النار لحد ما داريوس بيفجر سيارتهم وبيحسنوا يهربوا. بالطريق بيسأل مايكل داريوس ليش رح يعترف، بيقول له انه عمل اتفاق مع الانتربول لحتى يطلعوا مرته من السجن يلي تعرف عليها بعد ما شافها بالخمارة وهي عم تعجن 4 5 شباب لحالها، وبيقع بحبها من ساعتها، بس بينكمش هو وياها بسبب العمليات الإجرامية اللي كانوا بيعملوها. بعد هيك مايكل وداريوس بكفوا طريقهم، وبيحكي داريوس لمايكل عن بدايته بعمليات القتل، وبيقول له انه ابوه كان بيشتغل قسيس بكنيسة وانقتل من غير اي ذنب، ووقتها كان عمري 17 سنة بس.
وبعدها بفترة قتلت الشخص يلي قتل أبي، ومن وقتها صرت قاتل مأجور واشتغلت مع ستيغانوف. بعدها بيروحوا على أمستردام عبيت مايكل، وهنيك داريوس بيهرب منه. أما العصابة بتكون عم تدور عليهم، بس مايكل بيلاقي داريوس وبيتفق معه انه يشتغلوا سوا. وداريوس بيعترف لمايكل انه هو اللي قتل التاجر الياباني. فمايكل بيعصب وبيضربه وبيقول له من هون ورايح احمي حالك لحالك، ما بدي اشوف وجهي اللي خلفك مرة تانية. روح بيقعد بكافيه بنص البلد. وبالوقت هذا العصابة بتهاجم داريوس وبيحاولوا يقتلوه، بس مايكل ما بيهتم لحد ما بيحس انه داريوس بخطر عن جد، وبياخد ماتور وبيساعد داريوس وبيحميه من العصابة وبيرش عليهم وبيدافع عنه. وداريوس بياخد مركب وبيهرب منهم، بس العصابة بتكمش مايكل وبيحاولوا يعرفوا منه مكان داريوس، بس ما بيحكي لهم شي قد ما عذبوه وبهدلوه. وفجأة داريوس بيجي وبيقرقرهم قرقرة وبياخد مايكل وبيروحوا على المحكمة. ولما داريوس بيسأله عن إيميليا بيحكي له انه شافها بجنازة واحد من عملاء الانتربول، وإيميليا كانت هنيك مع فريق العملاء مشان يقبضوا على اخو العميل اللي مات. بس بينكشفوا والطرفين بيتقاتلوا، ومايكل بيكون له علاقة بعملية القتل هي، ومشان هيك بيحضر الجنازة وبينقذ إيميليا بنص المعركة. وهون بحبها من اول نظرة. بعدها بيقول لداريوس انه لازم يغيروا السيارة اللي راكبينها مشان ما يوصلوا لهم، بس رجال ستيغانوف بيلاقوهن وبيطاردوهن. ومايكل بيتصل بإيميليا وبيحكي لها اللي صار، وبيعتذر لها كمان لأنه كان مفكرها مسربة معلومات الخطة تبع التاجر يلي مات. وفجأة داريوس بيدعس فرام، فمايكل بيطير من السيارة وداريوس بياخد السيارة وبيهرب. والعصابة بتلحقه بس بيحسن يهرب منهم. أما مايكل بيحاول يهرب كمان بس بيحاصروه بنفق القطار وبيحسن يقتلون كلهم. بعد هيك داريوس بياخد مايكل وبيهربوا، وأخيرا بيوصلوا للمحكمة. داريوس بيعترف بكل الجرائم على ستيغانوف، وبيعرض لهم كمان صور لستيغانوف هو عامل مجازر بالعالم وقاتل. بس فجأة بتيجي قاطرة مقطورة وبتنفجر قدام المحكمة، وبياخد ستيغانوف المسدس وبيقوس على داريوس، بس مايكل بنط قدامه وبياخد الرصاص عنه وبينقذه. اما ستيغانوف بيحاول يهرب من المحكمة بس داريوس بيمنعه. وإيميليا بتكون عم تكمش جونسون الخاين بعد ما عرفت خيانته، وبيكون خانقها ليخلص عليها، بس مايكل بيقتله بالوقت المناسب وبينقذ إيميليا من الموت. أما ستيغانوف بيكون عم يحاول يهرب وناطر الطيارة لتوصل، بس داريوس بيقوس عليها وبيخل بتوازنها وبيخليها تقع وتنفجر. بعدها بيرفس ستيغانوف لتحت وبيموته. بعد هيك منشوف إيميليا مع مايكل وهن آخدينه للمشفى، وداريوس بيشكره لأنه أنقذ حياته وقدر كمان يساعده ليطلع مرته من السجن. وإيميليا كمان بتتشكره وبتعتذر منه. بعد فترة منشوف داريوس مع مرته بالحانة عم يرقصوا بعد ما تم الإفراج عنهم، وبيحتفلوا وسط الضرب والخلع يلي حواليهم ومو سائلين على شي، وعاشوا بسعادة وهناء. لا تنسوا تعملوا اشتراك وتحطوا لايك لتشوفوا كل الملخصات الجاية. هذا الفيديو كتبه وسجله ومنتجه باسل الخليل يلي هو أنا. سلام.